اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من كل الله والمعوذتين لا أروى من اتمعناها هنا بسبب من الله يغفر لهم ويرحمهم وسنة برحمته والدينا ووالديكم خاصة جميع أمواتنا أموات المسلمين عامة وإلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى خصوصا إلى رسول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى رسول الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهم وثم إلى حبيبنا المقدم الثاني الحبد الرحمن السقاف محمد مولى الدويله وأولاده 13 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم منهم شيخ بكر سكران شيخ المحضار وإخوانهما ثم الحبيبين الحبد الله بن أبي بكر العيدروس وثم الحبيبنا أبي بكر بن العدني بن عبد الله العيدروس وثم الحبيبنا أحمد بن شهاب الدين الأكبر وثم الحبيبنا الحبيب شيخ بكر بن سالم وثم الحبيبنا الحبيب حسين بن شيخ أبي بكر بن سالم وثم إلى حبيبنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وثم إلى حبيبنا الحبيب الله بن علوي الحداد وثم إلى حبيبنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم وثم إلى حبيبنا الحبيب الله بن حسين طاهر وثم إلى حبيبنا الحبيب محمد بن حسن الأطاس وثم إلى حبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعهم وثم إلى حبيبنا صاحب التربة والمقام الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وثم إلى حبيب
حبيبنا الحبد الله بن عدلة بن شهاب وثم إلى حبيبنا الحب علي بن علوي بن شهاب وثم إلى الجد الحبيب شهاب الدين بن حسين بن شهاب وثم إلى صاحب البيت الحبيب عبد الرحمن بن شهاب الدين بن حسين بن شهاب وأصولهم وفروعهم وثم إلى خصوصا إلى سيد الوالد الحبد الله بن محمد بن شيخان بن عبد الرحمن بن هود أسقاف وأصوله وفروعهم وثم إلى سيدة الوالدة شريف نور بنت إبراهيم بن شهاب وثم إلى العم صدقاف بن إبراهيم بن شهاب وثم إلى العم زين بن إبراهيم بن شهاب وثم إلى العم أحمد بن شيخ بن إبراهيم بن شهاب وثم إلى العم أحمد بن شيخ بن إبراهيم بن شهاب وأصولهم وفروعهم وثم إلى الجدة شريفة رقوان بنت الشيخ بن أبي بكر الهادي وثم أصولهم وفروعهم وثم إلى روح والدي والدكم خاصة وجميع أمتنا وأمات المسلمين عامة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ومن عمر هذا المجلس وعبد الله به المتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وأن الله يتقبل من الجميع ويغفر للجميع ويختم لنا بحسن الخاتم عند الموت بعد طول الأمر في طاعة ورسوله أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك بالسالم وتب علينا إنك أنت الرحيم. دعوة الله تحياتي وبها السلام. الحمد لله رب العالمين. قصيدة الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج أدفت جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم يا رسول
الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم زهوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والكرم يا رب ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة والقبول والإقبال والصلاة والحق الحمد ولا يثور الذنوب ويسر القلوب ويشفي القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي كل حال والعليال يغفر لنا ولكم والدينا والديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والنور يؤتي بالآيات ويحفظنا من شر بلاته ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أقواتنا وساعاتنا ومن قلنا وإياكم من ذل المعصيات من استطاعة من حسن النقصان إلى عود المعالي ومن كل حالة دانية إلى كل حالة مرضية واشفي أمارنا وسيس أعراضنا وتلل أعمارنا وعاد فيه وعافية وسيس صادق بكتنا وسن خاتفتنا ولا قلوبنا وحبيبنا علي محمد على وسيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك أصفى
الأسفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكين وطيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله حيث أبرز عليه. من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. صلى الله جل عليه. من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجره وتعالى. صلى الله لاحت عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه.
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرب بها لسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل يقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله فيما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها بالبر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الهزمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا زلال الشرف الأصلي بودي وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما تعلقت إرادة أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب من ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت في سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة
hatta baraza fi alami syahadati basharan la kal bashar wa nurun hayyal afkara zuhuruhu wa bahar fata'allaqat himmatul haqimi li hadhil huruf liyarkuma fi hadzal qirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dzalika nuri ma'ruf wa in kanatil alsunu la tahbi bi usli mi'syari awsafi dzalikal mausuf taswiqan lisami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin wa illa fa anna tu'ribul aklam an syu'uni khairil anam walakin hazani ila tadwiri ma hafidhuhu min syari asyrafil mahlukin wa ma akramahullah bihi fi maulidihi minal fadlil ladzi ammal alamin wa baqiyat rayatuhu fil kauni mansyuratan ala maril ayami was suhuri was sinin da'i ta'alluqi bi hadhil hadratil karimah wala ijut tashawuqi ila sama'i awsafihal azimah ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allah 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 ya Allah 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 ya Allah wassalatu ala ahmad al-liwa wal wasila Allah Allah ya Allah 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 ya Allah wassalatu ala ahmad al-liwa wal wasila انفتح باب جود الله من غير حيله ما حد منا بها الخاطر شف الله علينا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على حماز اللواء والوسيلة نحمد الله ذي عتوة جزيلة في محبته عيشنا بالذنون الجميلة الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على حماز اللواء والوسيلة دركاس الرضا ساقيه من سلسبيله في ليالي الصفات يا ليتها همسة طويلة الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على حماز اللواء والوسيلة طابت ارواحنا لما رأينا المخيل رعدها منبسط في الجو تسمع زجيله الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على حماز اللواء والوسيلة كل وادي فتاك سيله وزق المسيل جل بالجود عتوته ما هي قليلة الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على حماز اللواء والوسيلة الله يا مولاي يا مجيب استجب وحي القلوب العليلة الله يا مولاي وحينا في تقانا
اسلك مع أحمد سبيله. الله يا مولاي الله الله يا الله 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 يا الله الله يا مولاي. والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. الله يا مولاي. خير داعي إلى التقوى بفعله وقيله. الله يا مولاي. أشرف المرسلين المصطفى ذي الوسيلة. الله يا مولاي. الله الله يا الله 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 يا الله الله يا مولاي. والصلاة على حماز اللواء والوسيلة. الله يا مولاي. لي مباني في العليا عريضة طويلة. الله يا مولاي. عبد ما قد تلحق في البريه مثيلة. الله يا مولاي. الله الله يا الله 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 يا الله الله يا مولاي. والصلاة على حماد اللواء والوسيلة. الله يا مولاي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستولد هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها.
فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه من عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت ببسيه العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة مثل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام وآلكم ويغشاكم سلام. صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما تربى المحبون وهاموا وما تربى المحبون
تسري منكم بعد يوم وعمر تسري منكم بعد يوم وساعة غيركم عام فعام وساعة غيركم عام فعام الله ترشاكم حبيبي وعليكم ويرشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طلب المحبون وحاموا وما طلب المحبون وحاموا وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام إذا عايدكم ذات همومي إذا عايدكم ذات همومي وإن غبتم لنا مني الهمام وإن غبتم لنا مني الهمام الله ترشاكم حبيبي وآلكم ويرشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما ضرب المحبون وعاموا وما ضرب المحبون وعاموا أود بأن أكون لكم جليسا وتنصبني بربعكم قيام أود بأن أكون لكم جليسا وتنصبني بربعكم قيام بداه بالوصال مريض حجر بداه بالوصال مريض حجر يهيم بكم إذا سجع الحمام يهيم بكم إذا سجع الحمام الله ترشاكم حبيبي وآلكم ويرشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وآموا وما طرب المحبون وآموا حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب سقام غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب سقام فأنتم في الوصول أجاب
في الوصول أجل أسد إذا شعتم تحصل للمرام إذا شعتم تحصل للمرام الله ينشاكم حبيبي وعليكم وينشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وطالب المحبون وحاموا وما طالب المحبون وحاموا بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جودوا يا كرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جودوا يا كرام فليس سواكم للجود أهلا فليس سواكم للجود أهلا فكيف نذير صوحكم يضام فكيف نذير صوحكم يضام الله تنشاكم حبيبي وعليكم وينشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال محبون وهاموا وما طرب المحبون وهاموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وذر هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثت وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفاذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فآتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبو يغلى المسالم فحذر اليوم غراد واستضيء بجمالهم فقبل غسلي تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمد جل أن يخصره العد الله ذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه يا نبي الله الله يا جد الحسن والحسين
رسول الله أهلا يا رسول الله أهلا بك النبي كان السعاد الله الله وبجاهه يا إلهي وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد الله الله صل يا ربي صل يا اسمه طه المشفع في سبيلي كي بغلاس عدوان رجال استغفر الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما قال استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل غين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل صلى الله على نبي محمد صلى وسلم عليه ربي سالك بجاه المصطفى والصحابة ربي سالك بهم وأهل الكساء والقرابة ربي سالك بجاه المصطفى
صحابة ربي ثالك بهم وأهل الكساء والقرابة أهلنا أسلافنا يا نعم تلك العصابة بختنا بأسلافنا للمهابة لي ببشر يا محسنه قبابا هم لنا حسن من عادي تحوه دبابا قاتمنا اختشي حس دنا وذيابا خصهم ربهم واثنى عليهم كتابا باب الجود يا موسعه وأوسع رحابه أبدك اليوم تحت الباب حطت ركابه معترف بالخطأ يرجوك دعوة مجابة في الخطأ والزلل يا رب ضيع شبابه لم يزال هو نفسه والهوى في حرابه سترك اسبوله فالعصيان غال صحابه وصله امره وقفه كل ما قد أنابه واغفر له ذنب واحسن إلهي مآبه والصلاة على أحمد سيدي والصحابة والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعا المسكين عجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم وأرمله وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطر الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البارية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد على مجدها أخذت على نجم سهم إنانهم
وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب به من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرفة الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظر في كل الله رأسي على أوصاف محمد يأتي كودا توجهت إلى متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي على سيبي مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال مقبولة وتوجهي بتوجهات الخاصلة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب التي تحت الرحال فتشلها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وترسم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامن رتبتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك ما خص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القلب ومظهر قاسم ذاتك في عبادك وساكك وإبشارك لأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولك اقترابي من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونسألك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا بجميع أطوارنا وتقبلنا بجميع عنايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب وإليك وإلى هذا الحبيب راية آمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا في هذا الحبيب من الحاضرين وفي طائك اتباع من السالكين وليأكك وكي ومن المدين ولهادك من الحافظين. اللهم إنا لا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا الغفران والمسيء والسائل بما سأل ومعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبادره ووالاه وظاهره هم بقوتي وشرب جواتي أولادنا ووالدينا ولا قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادمرة الدين القويم في جميع المقطار منشورا
ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقطار وأيهم بتأييد من عندك ونسأل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي باسم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي باسم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك وصدقك بخدمتك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وأخذنا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة الفاتحة بحقي وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin rahimani rahimakumullah. Mari sejenak kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh tamu kita dari Hadramut Sayyidina Al-Habib Abu Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddar yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Syafiq bin Syahab. Wa alaihim falyatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi Muhammad. أنت هذا تقول أنا فرحتكم يا الله وعلى محمد من يتابع من يتابع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Muhammad bin Abi Bakar Al-Haddar memulai ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kita dengan Islam, dan beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat, lalu bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقبل أن نبدأ أستفسر في نفسي عن شيء بسيط. ولماذا الفقير أشعر بالحر هنا وغيري ما شاء الله ما أريت أحد أستخدم المنديل وأشعر بالحر؟ ماذا تعملون عندما تأتون في أكل معين أو قراءة معينة؟ ما شاء الله من الحبايب ومن الحاضرين الفقير الذي يشعر بالحر وحملت المنديل. Beliau bercerita atau memberikan perasaan beliau, kok di tempat ini saya merasakan panas sampai saya ini selalu mengusap muka saya dengan tisu, merasakan kepanasan. Tapi saya perhatikan yang di sekitar saya ini kok tidak ada yang merasa kepanasan. Apa sih rahasianya kok kalian bisa ada kepanasan? Mungkin ada sesuatu atau ada resep yang beliau kalian bisa berikan kepada saya sehingga saya tidak bisa merasakan kepanasan. Masya Allah, wa insya Allah هذا شيء طيب والاجتماعات المباركة هذه أمرها يعني عظيم كما نكرر الكلام حول ذلك. وما كان القصد يا إخوان أننا نأتي ونلقي النصيحة، فكما تكلمنا من سابق هنا من هو خير منا ومتفننون في الكلام الكثير، خريج حضرموت وخريج المعاهد المتنوعة ومن أهل البلاد أيضا،
لكن القصد يا إخوان محبة في الله، والله محبة في الله. جئنا ونشهد الله أننا نحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر من نور يوم القيامة. Akan tetapi alhamdulillah semuanya baik. Dan Masya Allah kedatangan saya ke sini bukan untuk memberikan ceramah atau apapun. Saya datang ke sini yaitu adalah ingin menunjukkan bahwasannya saya ingin kita ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun, amin, Allahumma amin, Allahumma amin. ولم يكن إلا في مجيئنا هذا أن نلتقي بهؤلاء الحبايب ما شاء الله والشيبان الذين خصكم الله بهم في هذه البلدة، غيرها من البلدان يتناقصون هؤلاء، فأخذوهم بالهمة وانظروا إليهم بالتعظيم والإجلال وأحسنوا الظن، فهذا هو المرجو، لأن على قدر حسن الظن في الكبير وعلى قدر حسن الظن في الصغير يأتي إليك الإمداد من الله سبحانه وتعالى بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga Masya Allah, saya juga bisa mendapatkan keberkahan daripada orang tua yang ada di sini. Masya Allah, sangat beruntung sekali. Kita masih memiliki orang tua yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain. Maka ambillah kesempatan ini, jangan kalian sia-siakan mereka yang membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Masya Allah. وفي المولد ما شاء الله أصوات ونغمات كما نذكر هذا، ودخلتم فيها الاستغفار ما شاء الله، ودخلتم فيها أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله ما شاء الله. ربما سمعت أنا في هذا المولد، وربما في أماكن أخرى ما وصلت الفقير إليها. هذا أمر طيب ما شاء الله، خصلتان عظيمتان يحصل بهما غفران الذنوب وستر العيوب والظفر بالمطلوب، هما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والكثرة من ذلك، وكذلك الكثرة من الاستغفار. Dan Masya Allah juga kita tadi telah mendengarkan qasidah, nazam, kemudian juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, yang mana dikatakan ada dua perkara yang dengan dua perkara ini bisa mengampuni dosa kita, bisa mengangkat derajat kita, yaitu adalah dengan berbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan banyak-banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. والاجتماع في مثل هذه البيوت للرجال العظماء ما شاء الله كمثل الحبيب علي بن شيخ والحبيب عبد الله بن عدروس وغيرهم من الحبائب المتقدمون في هذه البلدة، هذا أمر أعظم والبركة أكثر ما شاء الله، لأنهم رجال سبقوا وقدموا ما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فتحصل إن شاء الله العظمة ويحصل الاغتباط بالمجلس وتحصل روحانيات يحس بها كل واحد، الفقير وإن شاء الله غير من يحس أحسن مني. وهذا كما قال بعض شيوخنا، إذا أحسست بشيء من الذوق وبشيء من التجليات في مجلس ما من أجل المجالس فاغنم تلك اللحظات، فإن فيها حصل لك الإمداد وحصل لك فتح الباب، ما عليك إلا أنك تدخل مع الداخلين. Dan alhamdulillah kita berkumpul di rumah orang-orang saleh, Al-Habib Ali bin Syekh, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, dan banyak daripada habaib-habaib yang mana berkumpulnya kita di tempat-tempat orang yang mulia, insya Allah akan kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, yang mana yang kita perlukan adalah bagaimana kita berprasangka baik ketika berada di tempat-tempat yang baik. وقال بعض الصالحين بل أكثر الصالحين متفقون على هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر مجلس يذكر فيه إلا ويحضر بروحه الشريفة فيه، عرف ذلك من عرف وتيقن ذلك من تيقن وجهل ذلك من جهل. Dan dikatakan sebagian orang-orang saleh bahwasannya tidaklah disebutkan di sebuah tempat nama Rasulullah SAW kecuali
Rasulullah SAW akan hadir di tempat itu. Dan ini akan didapatkan bagi mereka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya bisa melihat Rasulullah SAW, dan orang yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan hal itu. كثير ما سمعت قصة يلقيها ويكررها سيد الحبيب علي بن مشهور رحمه الله ورحم الله سائر شيوخنا أجمعين. كان يقول أنه في ذات مرة في أحد المجالس في المساجد من القرى التي حول تريم كانوا يعملون المولد سنوي، وكان بهم ما شاء الله يقرؤون مولد شرف الأنام، هذا مولد طويل معروف ما شاء الله. وفي أثناء المولد بعدما بدأوا في أحد الفصول الأولى منه في بداية المولد إذا بأحد الشيبان يبكي، يسمعون صوت البكاء ما شاء الله، عادهم إلا بدأوا قبل قليل ويبكي ويبكي ما شاء الله، حتى وصلوا إلى الفصول قبل المقام وهذا في حالة البكاء والخشوع. بعدين ما شاء الله في وقت المقام القيام وهذا يبكي وينتحب ويشعر بشيء ما شعر به الآخرون. قال سيد الحبيب مشهور فبعدما انتهى المولد جئنا وسألناه بالمصافحة يا حبيب خير إن شاء الله، علكم تحتاجون شيء، علكم شيء ينقصكم في البيت أو هناك مشكلة ربما نساعدكم بشيء. قال له لا بتساعدون بماذا؟ ما عندنا شيء، الأمور طيبة، الأمور جميلة، أنتم ما رأيتم شيء، أنتم من قبل ما حسستم بشيء ولا رأيتم بشيء. قال إيش يا حبيب، وكلهم أجلة ما شاء الله عظام إلا أنها خصوصيات يا إخوان. قال لهم منذ أن بدأتم في المولد ورسول الله هنا، منذ أن بدأتم في المولد ورسول الله يحضر في هذا المكان يشير له ثم يأتي يقرب إليكم، فعندما كان حال القيام إذا به وسطكم موجود عندكم. فأنا لم أستطع أن أملك نفسي من الطلعة المحمدية والجمال المحمدي صلى الله وسلم وبارك عليه، فما معي إلا أن أنظر إلى وجه الشريف وأبكي وأطلب من الله حاجاتي. عند ذلك عرفوا الخصوصية لذلك الصالح، وإن شاء الله كثير من أمثاله هنا وهناك. Diceritakan Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau menceritakan bahwasannya ada di sebuah perkumpulan maulid yang di situ dihadiri oleh orang-orang tua para syiban, yang mana di situ dibacakan maulid Syaraful Anam. Lalu tiba-tiba ketika dimulai pembacaan maulid fasal 1, ada sebagian orang-orang tua ini menangis. Fasal kedua nambah menangis lagi. Sampai akhirnya ketika mau mendekati qiyam, masih menangis. Ketika mahalul qiyam, ini orang tua, ada satu orang tua yang luar biasa, nangisnya luar biasa, dan seakan-akan dia itu melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Masya Allah, setelah selesai maulid, lalu didatangi orang tersebut, ditanyakan, kenapa kok engkau ini diperhatikan menangis sampai mahalul qiyam, berubah keadaan yang begitu luar biasanya? Apakah ada yang kurang di sini? Apakah ada yang tidak berkenan ataukah apa? Lalu dikatakan daripada orang tersebut, yang menangis tadi, orang tua tadi, bahwasannya tidak ada yang berkurang, semuanya bagus, semuanya baik. Tetapi ketahuilah bahwasannya dari mulai maulid Syaraful Anam itu Rasulullah hadir di sini. Fasal kedua, fasal ketiga, ketika mahalul qiyam itu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kalian. Dan aku yang bisa melihat itu tidak bisa menahan air mataku. Aku tidak bisa memalingkan wajahku, penglihatanku daripada Rasulullah SAW. Yang mungkin, apakah kalian tidak melihat bahwasanya Rasulullah ada di antara kita ketika mau maulid ini, sehingga beliau melihat apa yang tidak dilihat, yaitu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا نعود ونكرر كما ذكرنا في الليلة الماضية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوفاء. يا رسول الله يا أهل الوفاء، حاشا أن يضيع حجا وتعنى، ويا بنيته وبهمته أن يحضر وحضر بالخشوع والأدب إلا وأن يحبوه بما يريده من خيرات الدنيا والآخرة. Dan kita ketahui pada ceramah yang sebelumnya malam kemarin, saya berceramah tentang bahwasanya Rasulullah itu beliau adalah orang wafa yang menepati janji.
Dan mana ketika mahalul qiyam dengan adanya Rasulullah SAW, kita meminta hajat-hajat kita melalui Rasulullah SAW, maka ketahuilah, insya Allah semua apa yang kita doakan berkat Rasulullah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فهنيئا لكم يا أهل هذه البلاد ما شاء الله ما خصكم الله به وأرجو منكم أن تدعون لإخوانكم في شرق الأرض وغربها وبالخصوص إخوانكم أهلكم في حضرموت وفي فلسطين هم أحوج إلى الدعاء وفي جميع بقاع الأرض بقاع الدنيا ببركة هذه المجالس يحصل النصر ويحصل الفرج العاجل ويحصل إن شاء الله صلاح الأحوال الظاهرة والباطنة ثم إني كذلك أرجو الدعاء الخاص لي ولأهلي وأحبابي وإن شاء الله نلقاكم في عوافي ومسرات وأرجو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مستقر رحمته بعد طول العمر مع العافية وحسن الخاتمة والتوفيق في الطاعة صلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan alhamdulillah kita ahlu Palembang mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini. Dan juga jangan lupa di perkumpulan-perkumpulan yang mulia seperti ini agar kita senantiasa mendoakan kaum muslimin yang berada di belah manapun di Hadramut, khususnya juga di kota Palestina. Kita senantiasa mendoakan mereka dan juga doakan saya. Doakan saya agar mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan-kebaikan. Nah. Dan beliau menutup dengan doa-doa yang telah kita aminkan lagi, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahnya. Hakadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Kasih jalan untuk tamu. Allah subhanahu. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Masyarul habaib wal aba wal asatid wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kesehatan Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir di rangkaian Maulid Arba'in, di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang pada malam hari ini, malam Sabtu, malam ke-34 daripada rangkaian Maulid Arba'in, kita berada di rumah Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Syihabuddin bin Syihab. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan tidaklah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa afiyah, setelah dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya tadi sudah diawali dengan ceramah dari tamu kita dari Hadramut karena beliau ada kegiatan yang lain. Kita akan mengumumkan untuk peringatan Maulid di malam-malam berikutnya dan juga ada kata sambutan dan mutul hasanah berikutnya. Untuk malam besok, malam Ahad, malam ke-35 rangkaian Maulid Arba'in, peringatan Maulid yang akan diadakan di rumah Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, bertempat di Sungai Kangkang 14 Ulu atau di depan Musim 4. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Senin, malam ke-36 Rabiul Akhir, malam ke-36 rangkaian Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Bapak Haji Hermansyah Mastari di Jalan Angkatan 66, Jalan Tunas Jaya 1. Kemudian untuk malam berikutnya, malam ke-37 peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, bertempat di Masjid Al-Haddad. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Rabu, malam ke-38 peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyid Al-Habib Umar
Guru kita Al-Habib Umar bin Alwi Asgab bertempat di Talang, Banten. Kemudian untuk malam ke-39, malam Kamis, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Ta'lim Ahlul Kisah di Rumah Malang 10 Ilir. Dan malam ikhtitam, malam ke-40, tepatnya malam Jumat, peringatan Maulid akan diadakan di Gedung Ba'alawi. Kemudian ada undangan amanat acara undangan akad nikah sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Pondok Pesantren Izzatullah bertempat di Jalan PMD Talang Kelapa, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, atau di rumah Sayyid Abdul, atau di pondok pesantrennya Sayyid Abdullah bin Syekh bin Syahab. Ada jemputan besok di depan Masjid Darul Muttaqin. Jaturi sama sekali. Masyarul hadirin rahimani rahimakumullah. Jam 10 sampai selesai. Iya, kayak sore yang datang. Untuk diawali dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh majelis Darustana, yakni Al-Ustaz Ridha bin Abdullah Asgab. Kemudian dilanjutkan dengan Ma'tul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ilham Taufik. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'il inayata fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana al-waslu faidatal wusuli. Ala ya marhaban nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahla bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'altullah yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan wal ahbab jami'an rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasannya saya berdiri untuk memberikan kalimat tasyakkur, maka saya selaku khadimul majlis, yang mana majlis ini adalah bernama Majlis Darussana, yang belum genap 1 tahun. Pada tahun yang lalu kita sebenarnya sudah ingin buka arba'in di sini, tapi bangunannya belum jadi. Waktu itu masih direnovasi, cuman belum selesai, sehingga tidak berkesempatan untuk arba'in pada tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah ala qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah, kelembutan Allah, di malam hari ini kita bersama-sama dapat kumpul, dapat bersama-sama membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bait Al-Habib Abdurrahman bin Syihabuddin bin Husain bin Syahab. Dan kemudian di majlis ini pula Majlis Darussana, yang mudah-mudahan kita harapkan semua, kita mengharapkan khususnya saya pribadi dan umumnya semua yang aktif di majlis ini mengharapkan bahwa ini termasuk bagian daripada sebagaimana doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah. Kita berharap tempat-tempat diajarkannya Islam, diajarkannya keimanan, itu orang-orangnya dan tempatnya menjadi makmur. Begitu juga makmurnya baik secara makna, begitu juga baik dalam keadaan zahir ataupun batin. Surah wa ma'nan wa surah. Maka inilah, kemudian saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan terbaik dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, balasan terbaik dunia dan akhirat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, baik kekurangan dari segi apapun. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min zulmatil jahdi wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum khairal ummah Muhammadiyah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi kulli atwari wa ala ahli wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du wal muhtaram wa jami'ul fudala wal kurama wal habaibun al kiram, kepada Al Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid dan kepada para habaib yang lainnya, para syiban kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua kesehatan jasmani dan rohani. Allah permudahkan urusan mereka di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga sama-sama kita hormati, sama-sama kita sayangi para asatid yang hadir pada malam hari ini, dan terlebih khusus para mustami'ina akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah, duduknya kita di majelis ta'lim, duduknya kita di majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya kita duduk di rumah yang penuh berkah, yaitu di rumah Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Syihabuddin. Alhamdulillah, ini adalah salah satu kenikmatan bagi kita semua. Duduk di rumah Al-Barakah, duduk bersama orang-orang yang Al-Barakah, duduk bersama dalam keadaan berkah, khususnya di bulan Maulid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesenangan dan memberikan kepada kita kesehatan fil khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Natakallam anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuhsuha. Berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada akhirnya, tidak akan habis, tidak akan henti-hentinya untuk membicarakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar, yang sering kita dengar kalam Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau mengatakan masyi kama majma'. Masyi kama majma', tidak ada perkumpulan, tidak ada suatu majlis. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada satu majlis, tidak ada satu perkumpulan yang bisa menghindari daripada al-bala, menghilangkan daripada resah, galau, gulindah dalam hati kita, melainkan kita duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil kurub, akan Allah angkat segala rasa gelisah kita, akan Allah angkat rasa kesusahan kita, akan Allah hilangkan semua itu kegalauan dalam hati kita. Dengan apa? Dengan mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih kita duduk dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Terlebih-lebih lagi dan lebih utama kita duduk bersama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang yang bisa duduk di majlis ta'lim, ya hadirin wal hadirat. Tidak semua orang yang bisa mendatangi majlis ta'lim illa man ikhtarallahu ta'ala, kecuali Allah pilih, Allah kehendaki kita, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk menghadiri majlis semacam ini. Walhamdulillah, kalau kita fikir-fikir, kalau kita renungi, berapa banyak penduduk yang ada di kota Palembang, berapa banyak orang yang duduk di sekitaran kota Palembang, yang hadir, duduk, yang Allah pilih di majlis ta'lim. Alhamdulillah kita bisa duduk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan daripada tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita yang jauh-jauh datang dari Hadramut. Masya Allah, ini adalah salah satu karunia yang belum pernah ke Hadramut, walaupun tidak pernah, alhamdulillah kita kedatangan dari Hadramut, jauh-jauh dari Hadramut datang ke Palembang. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar untuk menyampaikan
menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ni'mah katsira min Allah taala. Makanya daripada itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgab beliau mengatakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satunya duduk di majlis Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leish? Kenapa? Kenapa kita dianjurkan duduk di majlis Rasulullah? Kenapa kita dianjurkan untuk duduk di majlis Maulidnya? Disebutnya bagi nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaima tuziha 'anil qulubir rana. Agar apa? Agar hilang rasa benci, agar hilang rasa penyakit dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering-sering dengar, kita sering-sering dapat faedah dari para arifin. Maka sebagian mereka mengatakan zikrus salihin tanzilu rahmah. Kita menyebut nama orang soleh menurunkan cucuran rahmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Kita menyebutkan Al-Habib Abdurrahman bin Syihabuddin terkhusus di rumah beliau ini. Rasa hati kita tenang. Rasa hati kita nyaman, ayem, santai dan tidak ada rasa kegelisahan sedikit pun. Fakaifa zikru aslahus salihin. Bagaimana tidak tenang, bagaimana tidak happy, bagaimana tidak bahagia kalau disebutkan zikru aslahus salihin, yaitu rajanya para solehin, imamnya para anbiya, gurunya para guru, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kabar gembira, memberikan kepada kita isyarah wal bisyarah. Apa itu? Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulan nasibi yaumal qiyamah aktsarum alayya shalah. Allahumma shalli alaihi. Di dalam hadis diriwayatkan rawahu Tirmizi, hadis hasan. Aulan nasibi, orang yang lebih utama, orang yang dekat denganku kata Nabi, orang yang mendapatkan kedudukan di sisiku dan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Siapa itu? Aktsarum alayya shalah. Orang yang memperbanyak membaca salawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kedudukan yang azim, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak sebatas itu. Kita pernah dengar dari masyayikh kita belajar talaqi bersama guru-guru kita. Kita dengar Al-Imam Al-Habib Al-Muhaddits As-Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam laha manqibatun azimah indallah wa inda Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kedudukan yang khusus, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia dan di akhirat. Hukiyah diceritakan, haza hikayah hasanah. Ini adalah cerita yang mana bisa membuat kita gairah, bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita himmah, bisa membuat kita senang, bisa membuat kita selalu semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, yaitu dengan membaca sholawat. Maka para ulama mengatakan inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam syekhun liman laisa lahu syekh. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Kenapa? Otomatis yang mengajarkan langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada dahulu ada salah seorang nusakh, yakni al-amil al-katib, orang yang bahasa sekarang bisa dikatakan orang yang sering menulis, atau orang yang sering membuat kitab, atau orang yang sering membuat percetakan dalam kitab. Diceritakan ada salah seorang yang masya Allah orangnya biasa saja, biasa, posturnya tidak dilihat tidak alim, pakaiannya biasa, yang hanya sekedar ya kayak orang biasa. Walhasil pada saat itu beliau ini meninggal dunia. Fara'a ahadu minas salihin. Maka salah satu dari orang soleh melihat beliau ini. Pada saat itu dilihat, ya Syekh, ya Fulan,
Kaif nilta hadzal martabal 'azimah? Bagaimana engkau mendapatkan ini kedudukan yang sangat tinggi? Ahadu solihin yas'al. Salah satu daripada orang soleh dia bertanya, bagaimana wahai fulan, bagaimana wahai syekh, bagaimana wahai ustaz, engkau bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak banyak melakukan amal ibadah, melainkan ketika aku menulis, ada di tulisan tersebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mencetak, di sana ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat, di sana di kertas ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersolawat terlebih dahulu. Dan ketika dan tidak sampai itu juga, aku bersalawat dan aku cium nama tersebut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seketika salah satu daripada orang soleh mengabarkan, oh ternyata ini yang dia dapatkan, ini yang dia hasilkan, apa yang bisa mendapatkan dia kedudukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syuf ya ikhwan, bagaimana ihtimamnya orang ini dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitabah tulisan nama baginda Nabi Muhammad. Zaman sekarang kita lihat banyak orang yang acuh tak acuh. Ada tulisan yang jatuh di pinggir jalan, ada tulisan kalimatut thayyibah, apapun itu, mereka tidak menghiraukan. Mereka tidak mengambilnya, mereka tidak ihtiram atas kalimat-kalimat tersebut. Oleh karena itu ya ikhwan, mari sama-sama kita selalu mendawamkan, selalu basahi lisan kita, dzakiran ilallah ta'ala wa musallian ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahkan mulut kita ini selalu berzikir, selalu mengingat Allah, selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat adalah silah penyambung bainal abdil war rabb wa bainal abdi wan nabi. Dengan salawat ini kita bisa menyambungkan diri kita kepada Allah. Dengan salawat ini kita bisa mendekatkan diri taqarruban ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat ini adalah salah satu kunci kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu al-ikthar salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal aqal paling sedikit 313 kali. Banyak kita dengar para habaib kita, para pendahulu kita, para salihin kita, ada yang bisa satu hari sampai 1000 kali. Dan lebih daripada itu, ada lagi yang bisa satu hari bisa sampai ribuan kali. Karena apa? Karena fadilah, karena keutamaan, karena taufik yang Allah berikan kepada mereka. Karena apa? Mereka memanfaatkan waktu mereka. Mereka menggunakan waktu al-iqtinam al-waqt bit-thayyib. Menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Ya ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab Bustanul Arifin dikatakan, ya ta'allaq anis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan keutamaan daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Bustanul Arifin. Lamma khalaqallahu ta'ala nabiyana al-Adam fara'a ummuna Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan abuna Adam, Nabi Allah Adam, ketika itu Nabi Allah Adam ini melihat ada salah satu perempuan. Allah ciptakan ya ini umuna Hawa. Pada saat itu Nabi Allah Adam ini terlintas di dalam hatinya dan terfikir di dalam hatinya dan berkata kepada Allah, ya Rabb, zawwijni biha. Zawwijni biha. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, nikahkan aku dengan orang yang engkau ciptakan tadi, yang aku lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma mahruha ya Adam. Apa maharnya bahasa kita main hari ya. Ma mahruha ya Adam. Faqala Nabi Allah Adam, ya Rabb, ma indi syai'un. Ma indi syai'un. Aku tak katik mahar. Aku tak katik apa-apa. Maka Allah nunjuk solusi. Allah nunjuk solusi. Allah ngasih bocoran. Ya Adam, fasalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 marrah. Maka Allah berikan maharnya kepada Nabi Adam, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Syuf ya ikhwan, inilah kelebihan membaca salawat kepada Nabi Muhammad.
Inilah keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan Nabi Allah Muhammad, belum menciptakan Habibuna Muhammad. Sudah Allah berikan bocoran sebelumnya. Sudah Allah berikan kabar gembira sebelumnya. Ya ikhwan rahimakumullah, dengan membaca salawat akan menghilangkan segala kesusahan. Bisa mendapatkan kedudukan yang indah, yang elok di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salat. Wa aqimis shalah wa ita'iz zakat. Allah memerintahkan kepada kita untuk salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Tapi Allah tidak puasa. Tapi Allah tidak melaksanakan salat. Tapi Allah tidak bersedekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah miftahus surur wasalamatus sudur fi qulubina. Ini adalah kunci kesuksesan bagi kita. Kunci bagaimana agar kita bisa hidup tenang, nyaman dan tentram. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar banyak orang tidak jauh-jauh di kota Palembang, para habaibun al-kiram dan para asatid kita. Banyak orang-orang syibam-syibam kita yang bisa melihat yaqazatan wa manaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibarakati salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita selalu dawamkan, marilah kita selalu ucapkan, marilah kita selalu tidak luput untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum wa sallallahu alaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. الفاتحة بنت الشفاء انقردة والعمر الأسقام للحبيب سيد أنيس بن حسين أسقاف وللحبيب سيد عمر رافق بن علي بن حامد وللحبيب سيد مصطفى بن محمد حنيمان وللحبيب سيد عبد الله بن علوي الكاف أود وللشريفة بارية بنت علوي الكاف وللشريفة فطرية بنت عمر الحسني وللشريفة Samira binti Abi Bakar bin Syihab wali Zainab binti Abul Hasan Asyazili ibnu Ustad Ali Martayyib wa Syarifah Aluyah binti Haikal Albar wa akhirnya Pak Fahmi bin Muhammad bin Syihab. ومن أوصانا بدعاء شفاء اشفيهم شفاء عاجلا على حزنية وصالحة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا المسلمين توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نديمين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وتعمل في الأعمال وأرزاقا واسعة لا تعذبنا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي يا معافي اشفيهم شفاء عاجلا وارزقنا في الجسد بجسدنا محمد وآل محمد وأن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا
والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم جل تعالى أصحاب رسول الله جميعين علينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بشر العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بشر العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل الليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بشر العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل الليلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mengulangi peningkatan maulid untuk malam